يا مساء الفل، كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم. يلا بينا ندمس الفول بأسهل وأحلى طريقة. أول حاجة معايا الفول أنا نقعاه بقالي 3 ساعات. بعد كده بصفيه من المية بتاعته، طبعا ببقى مغير عليه المية بتاعته. معايا 6 معالق كبار من الفول المدشوش، 5 معالق كبار من العدس الأصفر لبهاراتي، كمون كتير وبابريكا، ومعلقة كبيرة من الكركم. معايا الليمونة والطماطمايه عاملاها بالشوكة بحيث ان هي تنزل ميتها، ومعلقتين كبار من الزيت بيدي طعم حلو قوي. ببتدي اني انزل لتر من المية السخنة جدا من الكاتل. بس كده في الاول ببقى معلية عليه النار وبديله برضو تقليبة. بعد كده بقلل النار بالتدريج. انا كنت بحط من الكركم بس كده. بعد كده وطيت النار. معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم اختياري ده اثناء التسوية بتاعته. حبيت اني اوريكم اثناء التسوية واوريكم الفول وهو بيستوي كده على مهله. طبعا لما بوطي النار بحط الشياطة بتاعتي وبسيب الفول يستوي على مهله خالص. قعد معايا بالظبط 4 ساعات، ولو حسينا اثناء التسوية محتاج مية بنزود له طبعا. بس كده اسهل واحلى فول ريحته خطيرة. اعملوه وبألف هنا وشفا.